السلام عليكم، بتمنى انكم تكونوا بخير. النهارده كنت عايز اتكلم معاكم عن حاجه كانت مؤرقه بالنسبه لي لفتره من الزمن، وهي ازاي ان الواحد يبدا يبني عاده جديده في حياته. الموضوع ده اصلا مرهق بسبب ان المخ دايما بيميل لفكره الراحه، وبيميل دايما لانه يسيب التاسكس اللي عليه النظام سيبها بظروفها من الاخر. يعني مثلا انت حابب تروح الجيم كل يوم، انا ما عنديش اعتراض ان انت حابب تروح الجيم كل يوم، ولكن انا الحاجه اللي هشتغل عليها افضل ان انا اخليك مثلا تروح الجيم يوم الاحد بمزاجي، ويوم الاثنين بمزاجي، ويوم الثلاث برضه اخليك تروح بس بمزاجي او في وقت مثلا عشوائي. فعيب الحوار ده ان انت ممكن تيجي تقنع نفسك ان انت النهارده مكسل او تعبان، ولكن في الحقيقه انت مش تعبان. فالمخ طول ما كانش ملتزم بحاجه في ميعاد ثابت غالبا هيسوحك ومش هيعملها. ففي يعني زي تيبس كده انا اتعلمتهم او طبقتهم في حياتي وفرقوا معايا في حوار ان انت ازاي تبني عاده جديده في حياتك. اول حاجه ان انت العاده هتعمل نظام اسمه 3 ايام. نظام الثلاث ايام ان انت في البدايه زي ما قلت لك مخك بيحب التراخي، انت هتقنعه ان احنا هنعمل العاده الجديده ديت فقط لمده 3 ايام. يعني انا حابب مثلا اروح الجيم، حابب انتظم في الصلاه، حابب اتعلم مثلا كورس جديد او اي حاجه، كل ده اللي انا هقوله لنفسي ان انا هعمل الحاجه دي فقط لمده 3 ايام. طيب ايه ميزه ده؟ ان انت لما تعمل كده لمده 3 ايام هتبقى عملت ستريك الى حد ما كويسه، وبالتالي لما تيجي بعد اليوم التالت تبدا انك تكسل هتكتشف ان انت اشتغلت اوريدي 3 ايام. طيب فخساره ان انت تضيع الستريك دي وتجيب من الصفر. فدي حاجه الى حد ما نفسيه شويه. تاني حاجه وتاني تip معانا اللي هي الفكره بتاعت ان انت تبقى رابط العاده بتاعتك بوقت معين. زي ما قلت لك مخك لو جه يوم الاحد قال لك هنروح الجيم مثلا من 7 ل 8، هيجي يوم الاثنين يقول لك والله من 7 ل 8 ما احنا مكسرين دلوقتي، نريح ساعتين ونقوم نشوف الدنيا. زي اللي بنعمله في المذاكره بالظبط يعني. فمن الافضل ان انت دايما تكون رابط العاده، يعني مثلا حاجه زي اذكار الصباح او المساء. مثلا اذكار الصباح انت بتصلي الفجر، كده كده حاجه انت اوريدي بتعملها، بتصلي الفجر، فخلاص اقرا معاها اذكار الصباح. جيت مثلا قبل صلاه المغرب وانت مستني الفطار، اقرا اذكار المساء. الجيم، الجيم مثلا قول كل يوم هروح من 8 ل 10، يعني وقت انت عارف ان 90% منه هتكون فاضي. مثلا وقت زي قبل الفطار، غالبا بنسبه كبيره لو انت مثلا ما بتشتغلش في مكان بيشتغل قبل الفطار فانت فاضي في الوقت ده. فالزم نفسك في الوقت ده ان انت مثلا تروح الجيم. لان الفكره ان انت لو جيت في وقت وقلت لا انا براحتها، هيجي مثلا من 8 ل 10 اصحابك يكلموك تقول لا طب انا هروح معاهم وانا مروح مع اصحابي بعدين هبقى اروح الجيم، هتلاقي نفسك كسلت وما روحتش. فلو انت التزمت ان انت من 8 ل 10 مثلا هتروح الجيم، خلاص انا هروح الجيم مهما كانت الحاجات اللي جايه في الوقت ده، باستثناء ان هي حاجات خلاص انت لازم اجباري تروح. تالت حاجة بالنسبة لي إن أنت تحاول تتراك اللي أنت بتعمله. يعني دايما أحسن، أنا مش فاكر الكود بالظبط بس أحسن حاجة تعملها عشان تتتبع حاجة معينة إن أنت تحط سيستم تتراك بيه الحاجة ديت. فأنت تبقى مثلا عندك زي كالندر أو عندك زي، وممكن أبقى أعمل لكم حلقات جاية يعني عن إزاي تتراك الحاجة اللي أنت بتعملها، وتشوف مثلا خلال الأسبوع ده أنت اشتغلت قد إيه أو أنجزت قد إيه. وبالتالي ده هيبقى حافز ليك في حالة إن أنت كنت شغال كويس، وهيبقى حاجة بتصلح من عيوبك لو أنت كنت ماشي بشكل وحش، وتعرف بالظبط نقاط ضعفك فين أو إيه أكتر حاجات بتخليك تنقطع عن العادة اللي أنت بتعملها. رابع حاجة، حاول ان انت تكافئ نفسك باستمرار. يعني مثلا حط لنفسك كده زي تارجت، انا والله لو التزمت بالعادة الفلانية ديت لمدة 5 ايام متتالية هعمل لنفسي حاجة بحبها، هروح مكان بحبه وهشرب حاجة بحبها. كل واحد عارف نفسه هو ايه الحاجة اللي بتفرحه يعني او بتبسطه، وبالتالي هتكون حافز ليه ان هو يشتغل على العادة ديت. آه، بس بعتقد ان دي الحاجات اللي هي المفيدة يعني. وبتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم، وبشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.